في عالم مليان أجهزة، شاشات وباسوردات، في حقيقة دايما بننساها، إن أكبر اختراق بيبدأ من أصغر غلطة. القصة اللي هحكي إياها النهاردة مش مجرد قصة هاكر قاعد في أوضة ضلمة وبيكتب أكواد غريبة. دي قصة شاب عادي جدا زي أي حد فينا. شاب كان فاكر نفسه بعيد عن كل الكلام ده، لحد ما اكتشف إنه كان واقف فوق قنبلة ومستنيها تنفجر. محمود شاب في العشرينات، بيفضل يرجع من شغله على الساعة 7 بالليل، يمسك موبايله، يفتح فيس، يتفرج على شوية فيديوهات، يرد على أصحابه، حياة بسيطة وما فيهاش أي مشاكل. ليلة من الليالي محمود دخل أوضته، قفل النور، رمى نفسه على السرير، وبينما هو ماسك الموبايل سمع صوت إشعار غريب. الصوت كان عادي، بس الإشعار كان بداية الكابوس. Your account has been accessed from a new device. محمود قعد غمز عينه كده وكأنه بيقول إيه اللي صار السخيف ده. فتح الإيميل، لقى نفسه بره. حاول تاني، كلمة السر غلط. حاول يعمل استرجاع، ما لقاش الاختيارات اللي كان حافظها. كل حاجة اتغيرت. راح على الفيس، لقى نفسه متسجل خروج. جرب يدخل، الرد This account doesn't exist. هنا محمود حاسب حاجة غريبة، إحساس إن في حد مجهول واقف فوق راسه، حد ماسك حياته بإيده. ثواني ولا إشعار تاني جاي من البنك، Transaction successful. محمود واقف من يشتري بسرعة، قلبه وقع. فتح التطبيق ولقى المعاملات بتتحرك، فلوس طايرة، حساب بينقص، وهو ولا قادر يعمل حاجة. حاول يتصل بالبنك، حاول ياخد انترنت، حاول يلاقي الباسوردات، لكن الهاكر كان سابقه بخطوات. اللي محمود ما كانش عارفه ان اللي اخترقه مش عبقري ولا جاي فيروس جديد. اللي اخترقه كان بيعتمد على غلطة محمود، غلطة بيعملها 90% من الناس، انه بيستخدم نفس الكلمة السر لكل حاجة. الايميل، الفيس، البنك، نفس الكلمة. وبالتالي لما واحد منهم اتسربوا كلهم. محمود في اللحظة دي حس انه مكشوف مجرد، زي واحد واقف في الشارع من جوه هدوم، مش قادر يحمي نفسه ولا قادر يفهم اللي بيحصل. قعد على الأرض، موبايله في ايده وإيده بتترعش، حس ان حياته اللي بناها سنين بتتهدى في دقايق. وهنا بيجي السؤال اللي لازم تهتم بيه، لأنك مش ضامن إن بكرة يحصل إيه. لو كنت مكانه كنت هتعمل إيه؟ كنت هتتصرف إزاي؟ كنت هتحافظ على هدوءك ولا كنت هتنقر زي؟ اكتب لي معاك ويفكر كويس، إن اللي حصل مع محمود ممكن يحصل مع أي حد، وممكن يبقى من مجرد كلمة سر واحدة ضعيف. استناني في الحلقة الجاية، لأن فيها هكشف لك إزاي الهاكر قدر يخترق محمود خطوة بخطوة، وإزاي تمنع إن ده يحصل لك قبل ما تصحى للكابوس زيه.